وكمان نجلاء بدر نسلم. طب انا هسلم عليكي وابارك لك نقول لك نجلاء الف مبروك، احنا معاكي على الهوا والف مبروك. كل حاجه بقت مكشوفه على الهوا دلوقتي. ببارك لك للزواج وببارك لك على تألق السينمائي، وبقول لك النهارده حاسه بايه وانتوا جميلات كده السينما المصريه موجودين معانا ومع كل المصريين والعالم في احتفال جميل. كان لازم نكون موجودين لمصر. احنا في مرحله اعاده تاهيل اللي اتهد واللي ضاع مننا في السنوات اللي فاتت. لازم نرجع تاني نرجع مكانه السينما المصريه في الشرق الاوسط، ونرجع مكانتنا احنا كمصريين في العالم كله برسالتنا، لان دي الرساله اللي بنسميها رساله دوليه، فلازم نرجع بيها بشكل صح. نجلاء، يمكن انت كنتي من التواجد الدولي المشرف جدا للسينما المصريه، قدرات غير عاديه واستقبال حافل في كل الاماكن، كنا معاكي في دبي، كنا معاكي في قرطاج، الحقيقه كانت بدايه وانطلاقه هايله. هنقول لك بقى ارجوكي كملي في السينما، ارجوكي يا نجلاء، يمكن انت متالقه في دراما تلفزيونيه كمان، لكن عايزين نشوفك مع مخرجين كبار تتالقي زي قدرات غير عاديه. ده حقنا احنا كفنانين، يعني خدي بالك ان احنا كمان بننتظر العمل المميز. كانت فرصه كبيره حلوه قوي ان انا اكون مع استاذ داود عبد السيد، دي شهاده انا بعتبرها او وسام حطتني في مرتبه فنانه او ممثله على مستوى قدير. مؤخرا عملت او شاركت في فيلم مع استاذ مروان حامد، فيلم الاصليين، هو لسه تحت التحضير وبس صورت فيه ادواري، بيشارك فيه مجموعه كبيره جدا من الممثلين، وعلى راسهم طبعا استاذ خالد الصاوي وماجد الكدواني ومنى شلبي وكندا علوش. احنا اللي في انتظار، بس السينما في مرحله انتقاليه حلوه قوي للشباب، خصوصا اذا قلنا ان اللي جاي، انا شايفه اللي جاي هيبقى حلو، والتجارب الموجوده في الساحه اللي تحترم، لا موجود منها كتير قوي. ده اكيد، وانت بتتالقي والحقيقه بتتالقي كمان، يعني شفناكي في المهرجان القومي بتقدمي لحفله الافتتاح بقى مره. لا دي البدايه. على فكره اقول لك على حاجه، انا بعد ما دخلت تمثيل فشلت كمذيعه والله. لا ما تقوليش كده على نفسك. لا لان الاعلامي ليه اتيتيود، انا باظ الاتيتيود بتاعي. لكن بقى الحقيقه متالقه بعد كده خلاص انا ممثله، انا مش مذيعه. وممثله متالقه، وافلامك لو صنفوها افلام مهرجانات الا انها في الاول والاخر هي بتشرفنا، واستمري وحابين. على حاجه بس قبل ما اختم، ده افلام المهرجانات يا جماعه احنا كنا بندور عليها عشان نروحها، لان هو ده الفيلم اللي بنقول عليه فيلم كامل العناصر. فانا عايزه ارجع تاني زي زمان. احنا زمان كنا بنستنى مهرجان القاهره السينمائي الدولي علشان نروح السينمات نتفرج على الافلام اللي مشاركه في المهرجان. لازم نرجع لده، لان معنى ان اقول ان فيلم مهرجان مش معناها فيلم جماهيري ومش جماهيري، ده معناها ان هو كامل العناصر، فلازم يبقى فيه مشاهده فيه. يا ريت الجمهور يرجع تاني لقيمه الفيلم مهرجانات. احنا لما بينزل فيلم من امريكا، فيلم اخد جوائز اوسكار، بنجري جري عشان نشوفه. النهارده لازم نقدر ان لما يكون في فيلم مهرجانات هو ده الفيلم اللي يستحق المشاهده فعلا. ده اكيد، وانا بشكر وجودك النهارده، ودايما متالقه بقى ومعاكي في كل المهرجانات. بحبكم والله بجد، وميرسي قوي على اللقاء ده، شكرا. وده كان لقائنا مع نجلاء بدر، والحقيقه والريد كاربت مليانه بالنجمات الجميله.